مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري والقناة الناقلة والمعلق والتشكيل المتوقع. في البداية متابعينا الكرام، ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. يستعد الأهلي لخوض أول مباراة مؤجلة له في الدوري المصري لمشاركة في كأس العالم للأندية، ولكنها ستكون صعبة بعض الشيء أمام أحد الأحصنة السوداء هذا الموسم المقاولون العرب. وتعثر المارد الأحمر في الجولة الماضية بالتعادل مع الداخلية بهدف لمثله، لكن لحسن حظه تعادل فيوتشر مع الإسماعيلي وبيراميدز مع الزمالك، ولم يتأثر جدول الترتيب بهذا السقوط. كتيبة مارسيل كولر عليها أن تكشر عن أنيابها وتفوز على المقاولون وتواصل الابتعاد بصدارة الدوري بدلا من إعادة الحياة سواء للزمالك أو لبيراميدز وفيوتشر. لكن من الواضح أن مهمة الأهلي لن تكون سهلة بالنظر إلى المقاولون العرب وحالته مع مدربه الخبير شوقي غريبة، فهو يحتل المركز السادس برصيد 32 نقطة ومن أفضل فرق الدوري حتى الآن. أما عن موعد المباراة، موعد مباراة الأهلي والمقاولون هو مساء الثلاثاء الموافق 7/3/2023، وسيقام اللقاء على ملعب الأهلي والسلامة. وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، 5 مساء بتوقيت مصر وفلسطين والأردن وسوريا والسودان ولبنان وليبيا، 6 مساء بتوقيت السعودية والعراق والكويت وقطر والبحرين واليمن، 7 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان. أما عن القناة الناقلة للمباراة، ستنقل مباراة الأهلي والمقاولون كما جرت العادة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري المصرية. أما عن معلق المباراة، سيتولى مهمة التعليق على أحداث المباراة المعلق المصري الشهير طارق حسن. أما عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون، من المتوقع أن يدخل المدرب السويسري مارسيل كولر المباراة بالتشكيل التالي: في حراسة المرمى محمد الشناوي، في خط الدفاع محمد أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد نبيل كوكا، في خط الوسط أحمد كندوسي، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، في خط الهجوم رأفت خليل، طاهر محمد طاهر، شادي حسين وبيرسي تاو. متابعينا الكرام، نحن في انتظار نتيجة توقعاتكم عن المباراة في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.